كاينين شي حدات الا سمعتيهم غادي تقول مستحيل يكونوا بصح، غادي تحس براسك وسط كابوس، ولكن الواقع ديما كيكون اخطر من الخيال. هاد القصه اللي غادي تسمع دابا لعشاق الرعب ماشي غير حكايه قديمه ولا خرافه، وهاد القصه وقعت في الكويت. هاد القصه ديال ناس عاديين عايشين حياتهم كما اي عائله، ولكن غلطه وحده فعل بسيط قلب ليهم حياتهم جحيم. علاش؟ وشنو وقع؟ شنو هاد اللعنه اللي تبعاتهم؟ نصيحه مني ليك، الا ما كنتيش تقدر على هاد النوع ديال القصص ما تسمعهاش، حيت اليوم ما غاديش تنعسوا. ولكن بما انكم مصممين تسمعوها، يلا تحملوا مسؤوليتكم وخليكم معايا نشوفوا شنو وقع في هاد القصه. قبل ما ندخلوا في تفاصيل القصه، ما تنسوش ديروا لايك للفيديو وتشتركوا في القناه باش يوصلكم كل جديد. يلا نبداو. قصتنا وقعت في الكويت في عام 1972. كان واحد السيد سميتو أبو جمال عايش مع مراته وولاده في دار قديمة فيها جوج بنات صغار وولدو الكبير اللي سميتو جمال. الدار ديالهم كانت من هادوك الديور القديمة بحال الديور ديال البوادي اللي لحد الآن مازالين. البيبان ديالهم خشب قديم، الشراجم ديال زمان، والإضاءة قليلة. كل بيت فيه غير لامبة وحدة معلقة في السقف. الغرف كانوا دايرين بالبيت، وبالنص كاين واحد الحوش بحال البيوت العربية القديمة، ولكن في وسط هاد الحوش شجرة كبيرة معروفة في الدول العربية وكيسميوها السدرة، وهاد الشجرة معروف عليها باللي الجن كيسكن فيها. أبو جمال ومراته وولادو كانوا عايشين في ديك الدار بلا مشاكل حتى جات ديك الليلة. هاديك الليلة كانت الساعة تقريبا 10 ديال الليل. أم جمال خرجت من الغرفة ديالها باش تمشي للكوزينة توجد أتاي لراجلها، وبما أن الغرف كانوا دايرين في الدار كانت خاصها دوز من الحوش باش توصل للكوزينة. الحوش كان مظلم، ما كانش فيه الضوء غير شي ضوء قليل خارج من شي لمبات في الغرف. وهي راجعه من الكوزينه دايزه قدام الشجره سمعت شي اصوات غريبه، اصوات ديال الدراري الصغار كيهضروا والشجره كتحرك مع ان الريح ما كاينش. تزادت فيها الخلعه وزادت خطوات قدام حتى سمعت صوت كيعيط ليها. ام جمال هنا وقفات وقلبها بدا كيضرب بالزربه، حيت في هذا الدار ما كاين غير هي وراجلها والدراري ولادها. من الرعب اللي فيها طاحت الصينيه ديال اتاي من يديها وجرات بالزربه عند راجلها تقول ليه شنو وقع ليها. واللي وقع ليها بصراحه كيخلع، كنت انا بلاصتها كنت طحت انا والصينيه. عاودت لي على السدره اللي شافتها كتحرك وصوت الاطفال اللي سمعاتها وحتى الصوت وحده اللي كتعيط ليها. فبسرعه راجلها ناض ومشى يشوف شنو كاين، وملي وصل للسدره ما شاف لا سدره تحركات ولا سمع حتى صوت، كلشي كان ثابت والامور طبيعيه. رجع عندها وقال لها الله يهديك ما كاين والو، لا انت غير عيانه وكيتهيأ لي. ولكن ام جمال بقات مصره على كلامها وكانت متاكده من اللي سمعت، ورجعت قالت لراجلها انا متاكده من داكشي اللي سمعت بودني وانت جاي تكذبني، انا كنقول لك سمعت صوت كيعيط ليا. ام جمال بقات خايفه من ديك الليله وقررات ما تعاودش تخرج من الغرفه ديالها من بعد 7 ديال الليل، حتى الحمام ما بقاتش باغا تمشي ليه في الليل. ابو جمال حرف مراته وشاف ان مراته ولات كتخاف وغير كتوصل 7 ديال العشيه ما كتبقاش باغا دير والو، وحتى الحمام ما بقات باغا تمشي ليه. جلس يفكر في شي طريقه باش يخلي مراته تشجع وترجع بحال قبل. قال خاصني نلقى شي طريقه نتهنى بها من السدره اللي ولات مراتي كتخاف منها، ضروري نلقى شي حل باش ام جمال ترجع كيف كانت. وجلس يفكر ويفكر ويفكر حتى وصل اخيرا للحل. في نظركم فاش فكر وشنو هو هذا الحل اللي لقى؟ ايها السيادي، دار داكشي النيت اللي جا على بالكم. ابو جمال قرر يحرق السدره اللي كانت كتخوف مرته، وقال لا ضروري خاصني نحرق هاد السدره ونتفك منها. واحد النهار مشى شرا 2 قراعيد ديال الزاج فيهم الماده اللي كتشعل العافيه وفرغهم على السدره وشعل فيها العافيه. النار شعلات والسدره بدات كتحرق. هنا ملي شعلت العافيه ام جمال تعصبات، مشات عند ابو جمال وقالت ليه اش درتي؟ علاش درتي هكا؟ علاش حرقتي السدره؟ ابو جمال ضحك وقال ليها الجو بارد وبغيت ندفى، وبعدا علاش نتيا كاعيه؟ ماشي هذه هي السدره اللي كانت مخوفاك؟ ها حنا حرقناها وتهنينا منها، اش بغيتي احسن من هكا؟ العيالات واعرين كنتي خايفه منها، ها هي تحرقات، دابا ارتاحي ما غتبقاي تخافي من والو. ولكن ام جمال ما كانتش راضيه، حيت ملي كانت السدره كتحرق تخيلت بحال الا كاين ناس كيغوتوا
بحال الا كاين شي حد وسط الصدر اللي شاعله بالعافيه كيتحرق. هادشي خلاها تزيد تخاف وتحس بشي حاجه غريبه. منين تحرقات الصدره كامله ولات رماد، ابو جمال شاف في وجه ام جمال وقال ليها دابا ما كاين لا اصوات لا والو، غتولي مرتاحه، ما غتبقايش تخافي من حتى شي حاجه من اليوم، تخرجي وتدوري في الحوش على خاطرك. ام جمال ما لقات ما تقول، غير سكتات وبقات كتفرج في الصدر اللي ولات رماد. وشافت ابو جمال بعينين عامرين بالخوف، حيت في ذاك اللحظه كانت حاسه بان هذا الشيء ما غاديش يسالي بخير، وان شي حاجه خايبه غادي توقع. مرت الايام وكل شيء كان عادي، حتى لواحد النهار ام جمال قررت تمشي للحمام. فاش دخلت شعلت الضوء، ولكن فجاه الضوء طفى بوحده، وحاولت تشعل اللمبه مره اخرى ولكن رجعت طفات. قالت مع راسها هاد اللمبه باينه خاسره، ما بغاش تبقى في الظلام. مشات جابت الشمعه ورجعت للحمام. دخلت وهي شاده الشمعه في يدها، ولكن فاش طلات في المرايه صدمات من المنظر اللي شافت. كانت كتشوف مرا وراها وجهها كامل محروق، شعرها منتوف وحوايجها باينين عليهم اثار الحريق. كانت كتشوفها مباشره في المرايه وعينيهم تشابكوا. وفجاه هذيك المراه بدات كتهضر بصوت مرعب: علاش حرقتوها؟ علاش قتلتوا ولدي؟ نتوما السبب، نتوما اللي قتلتوا لي ولدي. هنا ام جمال تصدمات، غوتت باعلى صوتها وطاحت مغمى عليها. ولكن الكارثه هي ان الشمعه طاحت فوقها وبداو الحوايج ديالها كيتحرقوا بالعافيه. ابو جمال اللي كان جالس في الغرفه سمع الغوت ديال مراته وجرب الزربه للحمام. فاش حل الباب لقاها طايحه والعافيه الله بدات كتشعل في حوايجها. بلا تردد شد قرعه ديال الماء وخوها عليها باش يطفي العافيه. الحق عليها في اخر لحظه، هزها وداها للغرفه ومن بعد خرج بها بسرعه للمستشفى. في نظركم واش نجات ام جمال من هاد العافيه؟ وشنو وقع لها من بعد؟ اول ما فاقت ام جمال في السبيطار شاف فيها ابو جمال وقال ليها: اش فيك؟ اش هاد الغوات اللي سمعتو؟ شنو وقع لك؟ علاش كان مغمى عليك في الحمام؟ ام جمال كانت مازال مرعوبه وقالت ليه وهي كتقطع في الكلام: كل شي بسببك، انت اللي درتي هاد الشي فيا، مشيتي حرقتي السدره وحرقتي معاها اللي كانوا عايشين فيها. شفتي دابا اش وقع ليا؟ ابو جمال ما صدقهاش وقال ليها: واش انت بديتي كتخربقي؟ بارك علينا من هاد التخاريف، يلا نوضي خلينا نرجعوا للدار. الحمد لله ما فيك والو، غير اوهام وتخربيق وصافي. مرت الايام ومن بعد ما خرجت ام جمال من السبيطار، في واحد الليله وهما ناعسين سمعوا بنتهم الصغيره اللي عندها 10 سنين واللي كانت ناعسه في غرفتها. البنت فاقت مفزوعه كتغوت وهي خايفه ما قادراش تهضر. وكانت ديك اللحظه غير بدايه ديال الكوابيس ما كيعرفوش فين غادي توصلهم. باش يعرفوا شنو كاين وعلاش البنت كتغوت بسرعه ناضوا عندها ابو جمال وام جمال. واول ما وصلوا عندها لقاوها جالسه فوق السرير كترعد وكتشير بيديها لشي بلايص في الغرفه. قالت لهم وهي مزروبه في الهضره وعينيها عامرين دموع: تما كانت وحده واقفه وجهها محروق، كانت كتشوف فيا وكتشير عليا وكتقول لي غادي ننتقم منكم كلكم، نتوما اللي حرقتوا السدره. ام جمال غير سمعت هذا الكلام تزيرات في بلاصتها وبدات كترعد وصوتها مخنوق بالخوف. قالت: لا انا ما غاديش نبقى في هذا الدار، مستحيل نعيش هنا دقيقه واحده اخرى. هنا ابو جمال وهو مازال ما متيقش هضرتها قال ليها: شوفي ام جمال، راك غير كتوسوسي، البنت حلمات بكابوس وصافي وانتي زايده عليها بالاوهام ديالك. لكن ام جمال كانت خايفه بزاف وبصوت حازم واللي فيه الغضب قالت ليه: ماشي وسواس، شفتها بعيني وبنتي حتى هي شافتها. بزز منك غادي تكري لينا دار جديده، انا وولادي ما غاديش نبقاو هنا، هادو الجن وباغين ينتقموا منا. حرقنا دارهم ودابا ولاو كيبانوا لي انا وبنتي وكيقولوا لي غننتقموا منا. واش بغيتي حتى توقع لي شي كارثه؟ لا صافي، ما بقيتش قادره نعيش في هذا الرعب. ابو جمال اللي ما كانش باغي يصدق بدا كيحاول يهديها، ولكن شاف بنته الصغيره كترجف من الخوف وما قادر حتى تهضر. بدا الشك يدخلو ولكن العناد ديالو خلاه مصر انه ما كاين والو. مرت ليله اخرى وكل شيء كان ساكت، ولكن في نص الليل سمعوا صوت غريب جايه من الحوش، شي حد كيهمس وكيضحك ضحكه بارده بحال شي حد كيستهزئ بيهم. هنا ام جمال شدت يد بنتها وبدات كترجف وقالت لابو جمال: واش سمعتي دابا ولا مازال غادي تقول لي هادشي غير تخيلات؟ ابو جمال اللي قلبه بدا يضرب بسرعه شد فانوس ومشى للحوش يشوف،
ولكن فاش وصل لقى الرماد ديال السدرة اللي حرقها كيتحرك بوحدو وبدا يتجمع بحال شي ريح كتدورو. فجأة سمع نفس الصوت اللي سمعاته جمال في الحمام: علاش حرقتونا؟ علاش قتلتو ولدي؟ هنا ابو جمال تحبس الدم في عروقه وحس برجليه كيتقالو وبدا كيحس ببروده غريبه في الحوش. رجع كيجري للدار وسد الباب بقوه وقال لأم جمال بصوت متقطع: صافي اللي بغيتي، انا غندير اللي قلتي، غادي نخرجوا من هاد الدار غدا في الصباح. ما بقاوش قادرين ينعسوا هاد الليله، وكل دقيقه كانت كدوز عندهم بحال الساعه، حتى طلع النهار وبدون تردد بداو يجمعوا حوايجهم وخرجوا من الدار بلا رجعه. لكن السؤال اللي كيبقى مطروح: واش الارواح اللي كانت كتسكن في السدره غادي يخليوهم في حالهم ولا غادي يتبعوهم؟ دابا ابو جمال شاف راسو محاصر، ما عنده ما يدير وما فكرش بزاف. شد عائلته وهز رحالو ومشاو وكراو دار جديده في واحد الحومه. ومنين وصلوا ابو جمال دار عند مراته وقال لها بنبره فيها شويه تحدي: هانتي ارتاحيتي دابا، جبتك لدار جديده، نتمنى تنساي داك الشيء اللي وقع وتنساي ديك الخرافات ديال الجن. استقرت العائله في الدار جديده مقتنعين ان كل شيء غادي يكون مزيان وان حياتهم غادي تبدا من جديد بعيد على الرعب اللي عاشوه في ديك الدار القديمه. ولكن من بعد ايام قليله وفي الليل وهما ناعسين تفاجئوا بغوات مرعب في الدار. البنات بجوج خرجوا كيجروا من غرفتهم وهما كيبكيو وكيشيروا على باب غرفه خوهم جمال اللي عنده 16 عام. كانوا مخلوعين وواقفين قدام الباب والعافيه شاعله داخل الغرفه والدخان كيطلع من تحت الباب، وجمال وسطها كيغوت وكيدق الباب بلا فايده. كيحاول يحل الباب ولكن ما قدرش، لا هو قدر يخرج لا اللي برا قادرين يحلوا عليه الباب. الدار كامله تقلبت، جمال كتغوت وخواتاتهم مخلوعين وابو جمال كيدق الباب بقوه بلا فائده. في ذاك اللحظه خرجوا كيجريو ويعيطوا على الجيران والناس اللي في الزنقه على اساس يجيو يساعدوهم. قالوا نعيطوا على الناس ونهرسوا الباب، نطفيو العافيه ونخرجوا جمال من الغرفه قبل ما يفوت الفوت. تجمعوا الرجال دخلوا للدار وحاولوا بكل قوتهم يهرسوا الباب ولكن بلا فائده. العافيه كانت كبيره بزاف والدخان خنقهم، حتى واحد ما قدر يدخل الغرفه باش يعتق جمال. وفي هذه اللحظه المأساويه العائله كلها كتشوف بعينيها جمال وسط النار كيغوت كيتعذب وحتى حد ما قادر يدير شي حاجه. والعافيه بقات شاعله حتى تحرق جمال معاها ومات جمال محروق وسط غرفته قدام عينين والديه وخواتاته وكل اللي حاول يعتقوا. مني وصلوا رجال المطافئ وهرسوا الباب لقاو جمال ميت. ملي شافت امه بدات كتغوت وما بقاتش كتعقل على راسها. الصدمه ديال فقدان ولدها الوحيد كانت قويه عليها بزاف. من بعد وفاه ولدها بفتره الام عقلها طار ودخلوها لسبيطار الامراض العقليه حيت ولات مجنونه. اما ابو جمال فبقى عايش باقي حياته حزين مهموم، ما قدرش يتقبل موت ولده وما تحملش الصدمه ديال مراته اللي فقدت عقلها ودخلوها لمستشفى الامراض العقليه. بدا كيضيع، ما بقى كيهتم لا براسو لا ببناته، حتى جا خالهم وخداهم باش يعيشوا معاه حيت باهم ما بقاش فاهم راسو ولا عارف شنو كيدير. وبقى ابو جمال عايش بوحده في داك الدار، عايش وسط الاطلال وسط الذكريات، والناس في الحومه ولاو كيسميوه الجني حيت كان بوحده روح بلا جسد في دار اللي سموها دار الجن واللي قصتها دارت الرعب في قلوب الناس. كان كيخرج من الدار بحوايج مبهدله، لحيته طوالت وشعره تشعكك، والدراري الصغار كانوا كيشوفوه ويجريو موراه ويعيطوا ليه الجني. بقى على هاد الحال سنين حتى الناس اللي كانوا كيعطفوا عليه ولاو غير كيعطوه الماكله من بعيد بلا ما كيقربوا منه. ولكن في واحد نهار المشؤوم وقعت الكارثه الاخيره اللي ما كان كيتوقعها حتى واحد. شعلت العافيه في الدار بلا سبب واضح، والعافيه كلات كل شيء بسرعه، وابو جمال كان باقي في الدار لداخل ناعس في فراشه، حتى واحد ما قدر يوصل ليه. وحتى رجال المطافئ من اللي وصلوا لقاو الدار كامله تحرقت وتحرق معها ابو جمال وولا رماد بنفس الطريقه اللي تحرقات بها السدره وبنفس الطريقه اللي مات بها ولده جمال من قبل. ومن بعد هذيك الليله الدار بقات سنين طويله على هذا الوضع، مهجوره ومحروقه، حتى واحد ما بقى قادر يسكن فيها ولا حتى يدوز من حداها، وسموها دار الجن. وولات مجرد ذكرى مرعبه، ولاو كيحكيو على الاحداث الغريبه اللي وقعت فيها، وحتى واحد ما قادر يقرر واش القصه حقيقيه ولا غير خرافه. ولكن دايما كيبقى السؤال اللي كيدور في بال اي واحد: واش القصص ديال اجدادنا مجرد خرافات
علاش والدينا كيقولوا لينا نسميو قبل ما نخويو الماء السخون في المراحيض؟ وعلاش كيخوفونا من الدروبه المظلمه؟ علاش كيحذرونا من اماكن معينه؟ يمكن شي حوايج ماشي ضروري نشوفوهم بعينينا باش نصدقوهم، ولكن كاينين. هنا وصلنا لنهايه قصتنا. دار الجن بقات مهجوره، والناس بقاو غير كيسمعوا عليها الحكايات، ولكن حتى واحد ما قدر يعرف الحقيقه الكامله. واش بصح كانت دارهم عامره بالجن، ولا غير لعنه نازله عليهم؟ الحقيقه بقات مجهوله، ولكن الحاجه الوحيده اللي متاكدين منها هي ان بعض الامور ما خاصناش نلعبوا معاها، وخاصنا ديما نسميو بالله قبل ما نديروا اي حاجه ممكن تضرنا. الا كنتي وصلتي حتى لهنا، ما تنساش تخلي لي لايك وتشترك في القناه، حيت كاينين قصص بزاف جايه في الطريق وما بغيتكش تضيعها. اضغط على زر الجرس باش يوصلك كل جديد، وبارطاجي هاد القصه مع صحابك باش حتى هما يعرفوها. نتلاقاو في القصه الجايه. في امان الله.